مرحبا، كيفكن؟ يسعد أوقاتكن جميع. اليوم حبيت شارككم طريقة تحضير عصير كتير طيب وطعمه بجنن اللي هو عصير الكاكا مع الحليب. تابعوا مع مني لألكم كيف طريقة تحضيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا أول خطوة نحن بدنا نقشر الكاكا. هقشر لكم إياها. شوفوا منقشرة بهالطريقة هي، منقيم الوسخة من فوق وبنفتحها هيك بهالطريقة هي، وبنجيب معلقة وبنسحبها هيك، بنثبت القشرة على كف إيدنا وبنحاول نسحبها بالمعلقة هيك. بناخد الصوص المزيج تبعها كله من جوا وبنتخلص من القشر. طبعا نحن بعد ما ننزل الصوص على الزبدية او الصحن نتأكد انه احيانا في منها بيطلع بقلبها في مثل البذر، اذا لقينا بذرة منشيلها. وهيك بعد ما خلصت تقشير الكمية، شوفوا هذا المزيج اللي حصلت عليه. والله الكاكا كتير مفيدة وطعمتها بتجنن، والله اذا بناكلها هيك على حبتها كتير طيبة. وهلا بعد ما خلصت من تقشير الكاكا لحط الزبدية بالبراد على الأقل لمدة ساعة مشان أحصل على مزيج بارد. وهلا بعد ما مضى من الوقت ساعة وصارت الكاكا باردة، بدنا نبتدي نخلطها. أنا هون حضرت خلاط ورح أنزل بالمزيج بقلب الخلاط بهاي الطريقة. وهلا حضيف معلقتين من السكر. انتبهوا ما بدنا نكتر سكر لأنه الكاكا بطبيعتها المزيج تبعها بيبقى طعمه مسكر. وهلا حنضيف الحليب. طبعا الحليب بده يكون كامل الدسم، وإذا كان الحليب اللي عم تستخدميه فيه سكر الغي معلقتين السكر اللي حطيناهم. تقريبا بننزل بقدر كاسة كبيرة أو كاسة وشوي حسب كمية الكاكا اللي انتي محضرتيها. وملاحظة كمان الحليب بده يكون بارد مثل الكاكا مشان نحصل على عصير بارد. وهلا رح اخفق المكونات مع بعضها. ما شاء الله، شوفوا كيف طلع المزيج. كثافته بدها تكون هيك، لا سميك كتير ولا مريء. إذا أنت حسيتيه طلع مع منك أسمك من هيك ضيفي شوي من الحليب. وهلا هيك العصير صار جاهز، رح نسكبه بالكاسات. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العصير طالع كتير بيجنن والطعم فعلا غرام، رغم انه مكوناته بسيطة بس فوائده كتير كبيرة. شوفوا ما شاء الله على هالمزيج، اللهم بارك لنا بما رزقتنا. وهيك حبايبي وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وصار عصير الكاكا بالحليب جاهز للتقديم. بتمنى انكم تجربوه، وان عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وشير، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل شي جديد، وتابعوني على الفيس والانستغرام. كانت معكم الشيف رهف النحلاوي. سلام.